الخبر اللي كان محل شك الفترات الاخيره، لان كارلو انشيلوتي اصلا ما كانش بيستدعي نيمار في فترات التوقف الدولي، وده اللي نتمنى طبعا المنتخبات العربيه تكمل لابعد حته في كده. هايتي دي اول منتخب بره كاس العالم. اسكتلندا ممكن تحجز مكان من افضل توالي. المانيا اللي في رحله مع الفشل في كاس العالم من ساعه ما كسبته في 2014 وهي مش شايفه من بعد. اليابان اللي ممكن يدخل كاس العالم من غير متومه بسبب الاصابه. انما السويد ممكن تلحق افضل ثالث، وده بسبب ان عندهم خط هجوم قوي جدا. رحيم المجموعه الاولى، ومعانا واحد من اصحاب الارض اللي هيستضيفوا البطوله وهو المنتخب المكسيكي. المكسيك معاها جنوب افريقيا وكوريا الجنوبيه والتشيك، كمان بعد وصوله نهائي افريقيا لكنه خسر النهائي في ارض الملعب، بغض النظر بقى عن اللي حصل في النهائي وان الكاف قال ان المغرب هي البطل. مش ده موضوعنا اصلا. المجموعة السبعة يا سيدي، وهي يعني الحبيبة. عندك يا سيدي منتخب مصر مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. الدنيا يا سيدي بقيادة العميد حسام حسن اللي في مفترق طرق مع منتخب مصر بعد وصول العميد بمنتخب مصر لنص نهائي كأس أفريقيا قدام السنغال، وهو أسكت الألسنة اللي كانت بتنتقده واللي كانت واقفاله على الوحدة وعلى أي غلطة، لكنه خيب ظنهم بعد ما كانت كل التوقعات بتقول إنه حسام حسن مش هو مدرب منتخب مصر في كأس العالم. ولكن ده طبعا يحسب للعميد ان هو قدر يحافظ على مكانه وانه هيبقى هو مدرب منتخب مصر في كاس العالم. واكيد طبعا مستنيين الكتير من حسام حسن اللي اعلن عن وجود حمزه عبد الكريم في القائمه المبدئيه لكاس العالم، واتمنى كمان ان هو يكون في القائمه النهائيه في كاس العالم، عشان طبعا ده هياخد خبرات كتير في سن صغير، وهيكون كمان مهاجم مصر الاول. ده غير كمان الاخبار اللي بتقول ان برشلونه كمان هيفعل عقد الشراء بتاع حمزه عبد الكريم من النادي الاهلي لانه متالق جامد الحقيقه، ربنا معاه. فحسام حسن يا سيدي في مهمه لعمل انجاز كبير في كاس العالم، مش مجرد ان هو يعدي من دور المجموعات، لا ده كمان بنطمح للاعلى بقياده طبعا محمد صلاح اللي نقدر نقول ان هو بيلعب اخر كاس عالم في مسيرته، واتوقع ان هو لازم يبذل اقصى جهده، وتحديدا كمان ان ده اخر موسم ليه في التوب ليفل في الدوري الانجليزي. وطبعا كل التوفيق لمنتخبنا منتخب مصر. اما منتخب بلجيكا فهي مش في اقوى حالاتها ومش اقوى جيل ليها كمان، وممكن منتخبنا ينتصر عليهم عادي جدا. ونفس الكلام برضو على ايران اللي كانت بتهدد بالانسحاب بسبب الاحداث الاخيره. لكن نيوزيلندا اللي تقريبا ما فيهاش غير كريس وود هو المهاجم وبس كده. كتوقع بقى للترتيب فمش بعيد ان منتخب مصر يبقى اول المجموعه، بلجيكا تاني، وايران ونيوزيلندا يحجزوا مكانهم في احسن توالت يعني بالتبادل، نشوف مين هيبقى فيهم احسن. لكن توقعي ممكن اقول ايران. يلا بينا يا معلم على المجموعه الثامنه. المجموعه الثامنه يا سيدي عندك منتخب اسبانيا، الرأس الاخضر، والسعوديه والاوروجواي. مجموعة رخمة جدا على السعودية اللي مش بيعيش كمان أحسن فتراته. منتخب السعودية اللي دخل كاس العالم 2026 وهو مش منتخب السعودية بتاع كاس عالم 2022 النسخة اللي فاتت، لأن يا سيدي حصل تغيير مدربين، وكمان ده هو كمان صاعد من الملحق ومش أحسن أداء ليه. ده غير كمان وقوعه في مجموعة مع منتخب أسبانيا، واحد من العتاولة المرشحين للبطولة، واللي أصلا هو أول المجموعة، ومش صعب كمان ان هو يكسب الثلاث ماتشات بتوعه بقياده ديلا فوينتي اللي اعلن القائمه المبدئيه واللي خرج منها ومش هيشارك في كاس العالم. عندك الفارو موراتا، داني كارفاخال، اليخاندرو بالدي، دول هيغيبوا عن المونديال. ده منتخب اسبانيا. عندك منتخب الاوروجواي اللي بيقدم واحده من اشرس النسخ بتاعته مع العبقري مارسيلو بيلسا اللي عامل منتخب عباره عن ماكينه ضغط وشراسه، مفيش حد بيقف عن الجري، واللي برضه ممكن يعطل اسبانيا. يعني زي ما قلت لك هي معركه بدنيه. واخيرا منتخب الراس الاخضر اللي توقع ان هو مش هيقدر يجاري مستويات باقي الفريق او باقي فرق المجموعه، يعني عشان يكون الترتيب كالاتي: اسبانيا اول، اوروجواي تاني، السعوديه ممكن من احسن توالت، لكن ما اقدرش اقول ان هم ممكن يصعدوا، لكن طبعا نتمنى لهم التوفيق في المجموعه. يلا بينا نعلم على المجموعه التاسعه. المجموعه التاسعه يا سيدي اللي عندك فيها فرنسا، وعندك السنغال بطل افريقيا والصاعد من الملحق منتخب العراق، وعندك النرويج. فرنسا بطل 2018 كاس عالم 2018 طبعا، ووصيف 2022. منتخب مليان نجوم في كل خطوطه، امبابي على ديمبلي على شرقي على اوليسي على ديزيري دوي. خط هجوم ممكن يعور في اي لحظه وممكن يكسب سكور كمان مستريح، واحد من المرشحين العتاوله برضه للبطوله او المباراه النهائيه عادي جدا. طبعا مع اخر بطوله هيشارك فيها ديدي ديشامب كمدرب للمنتخب، استعدادا بقى لتولي زين الدين
الدين زيدان مهمة تدريب منتخب فرنسا. ممكن نقول ان اجهز منتخب فيهم كلهم هو منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم. اما يا سيدي عندك منتخب السنغال بطل افريقيا اخر نسخة عن جدارة واستحقاق بكل تأكيد، واحسن منتخب افريقي بيلعب كورة مع المغرب. منتخب السنغال اللي واصل لقمة النضج، ومتعودين كمان على ان هم بيأدوا جامد في المواعيد الكبرى، وكمان ده شارك في اخر نسختين من كاس العالم 2018 و2022، فهو متعود على الماتشات الكبيره. يعني مش منتخب سهل، مش منتخب الثلاث نقط بتوعه مضمونين. ولولا وجود فرنسا في المجموعه بتاعته كنت ممكن اقول لك السنغال هي اول المجموعه عادي جدا. اما منتخب النرويج فزيها زي السويد، ما عندهاش غير خط الهجوم القوي سورلوس وهالاند ومارتن اوديجارد. لكن يا سيدي بقى يعني العراق اللي ربنا يكون في عونه الصراحه على المجموعه اللي هو وقع فيها دي بعد ما صعد من الملحق بقياده القناص ايمن حسين. اتوقع يعني العراق يعني مش هتكمل كتير، بس طبعا اتمنى لها العكس ان هي تكمل وتوصل لحته بعيده، بس خلينا نشوف برضو ما نسبقش الاحداث. توقع المجموعه ان فرنسا اول، سنغال تاني، نرويج من افضل توالت، وللاسف يعني زي ما قلت العراق ممكن يخرج من المجموعات، لكن يعني برضو مش عايزين نسبق الاحداث. يلا بينا يا معلم على المجموعه رقم 10. المجموعه رقم 10 اللي بتضم بطل العالم منتخب الارجنتين، ومعاه الجزائر والنمسا والاردن. سكالوني مدرب الارجنتين اللي اعلن عن القائمه المبدئيه واللي غاب عنها باولو ديبالا اللي كان موجود في النسخه اللي فاتت. الارجنتين اللي يعتبر واحد من ضمن المنتخبات المرشحه للبطوله. الفريق بقى فيه شباب اكتر، وبعد كاس العالم قدر يكسب كمان الكوبا للمره الثانيه لميسي واللي اتلعبت في امريكا برضو. اداء الارجنتين اللي بقى فيه تصاعد واضح من بعد كاس العالم كمان. يعني كاس العالم ما كانش مجرد حماس من اللعيبه او طفره اللي كسبتها الارجنتين، وادائهم في تصفيات كاس العالم واللي اتصدرت فيه الارجنتين جدول التصفيات. يعني الارجنتين ادائها عالي. عندك يا سيدي منتخب الجزائر اللي بقى فيه مجموعه من الشباب زي عادل بولبينا مع اللعيبه الخبره زي القائد رياض محرز طبعا، اللي قدموا اداء كبير جدا في البطوله، لكن خرجوا من ربع النهائي في كاس العالم، وده يعتبر تحدي جديد للجزائر مع مدربهم فلاديمير بيتكوفيتش. اما يا سيدي عن الاردن اللي في تحدي جديد من بعد البطوله العربيه بقياده جمال السلامي من بعد الخساره في نهائي البطوله العربيه من المغرب، فده تحدي جديد لمنتخب الاردن اللي هيغيب عنهم مهاجم مميز جدا ياسر النعيمات للاصابه، وتحديدا في مجموعه مش سهله زي بتاعه الارجنتين والجزائر، فالموضوع ممكن يكون صعب. عندك يا سيدي منتخب برضه رخم زي النمسا اللي ممكن يصعد على حساب اي حد من الجزائر او الاردن عادي، لكن الترتيب هيكون ارجنتين اول، نمسا تاني، جزائر من افضل التوالت، والاردن ممكن تخرج بره البطوله. فيلا يا معلم على المجموعه رقم 11. المجموعه رقم 11 اللي بتضم البرتغال والكونغو الديمقراطيه واوزبكستان وكولومبيا. البرتغال زيها زي فرنسا، الاسامي فيها كتير واسامي كبيره، ومنهم لعيبه من الافضل في مراكزهم. عندك يا سيدي برونو فرنانديز، فيتينيا، نفس الكلام على رافائيل لياو وجو نيفيس، وعندك يا سيدي جونزالو راموس، ده غير طبعا الاسطوره كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا وكونسيساو ونونو مينديش غير كانسيلو. انت بص اسماء كتير قوي واسماء قويه، فاتوقع لهم ان هم هيكونوا اول المجموعه، ومش بعيد كمان يبقوا في النهائي، لان المنتخب ده من المرشحين بقوه بسبب قوه السكواد بتاعته. عندك يا سيدي منتخب الكونغو الديمقراطيه مع الفرنسي دي صبر، عاملين ملحمه في الصعود لكاس العالم، وقبلها كمان في بطوله افريقيا، واللي ماشيين بخطى ثابته ومستمره في مشروع ممكن يقدم حاجه كويسه جدا تستحق الاحترام في كاس العالم. منتخب اوزبكستان اللي لسه سنه اولى كاس عالم بقياده اسطوره الدفاع البالون دوري فابيو كانافارو وخوسانوف مدافع السيتي. بس ده منتخب اوزبكستان يعني في كلمتين حرفيا. عندك يا سيدي منتخب كولومبيا اللي برضه مش منتخب سهل، واللي قدر يوصل لنهائي الكوبا النسخه الاخيره، واللي عنده مجموعه لعيبه يقدروا يحققوا النتيجه في اي وقت ويعطلوا كمان باقي الفرق، ده غير كمان ان هو واخد على الاجواء دي برضه. فترتيب المجموعه كالتالي: البرتغال اول مجموعه، كولومبيا تاني، الكونجو افضل توالت، واوزبكستان باي باي. يلا بينا يا معلم على اخر مجموعه، المجموعه رقم 12. والى اخر مجموعه، المجموعه رقم 12 اللي بتضم يا سيدي عندك انجلترا وكرواتيا وغانا وبنما. انجلترا مع توماس توخيل غير انهم منتخب كله لعيبه من الافضل في العالم، عندك هاري كين، ساكا، فودن، راشفورد، بلينجهام، واتكنز، ديكلان رايس طبعا وبيكفورد، عندك مورجان روجرز، ده غير بقى توماس توخيل اللي عامل منظومه المانيه قويه جدا. ومش بعيد كمان نشوف انجلترا بتحقق النجمه الثانيه في تاريخها بعد اخر مره سنه 66. مجموعه لعيبه شباب جوه منظومه توخيل اللي بيحب جدا ماتشات النوك اوت، وهي دي اللي شهرته لانه بيعرف يلعب ماتشات الكؤوس، فما تستغربش بقى لما تلاقي انجلترا في النهائي وبترفع الكاس عادي جدا. عندك بقى يا سيدي منتخب كرواتيا،
وهي كرواتيا بتاعت اخر نسختين في كاس العالم. مفيش جديد، نفس الاسامي، نفس طريقه اللعب، هيفضلوا يلعبوا على التعادل ونروح وقت اضافي وضربات الجزاء هي اللي تحسم. لكن المختلف ان احنا نقدر نقول ان ده اخر كاس عالم للامير لوكا مودريتش. عندك بقى منتخب غانا بقياده البرتغالي كارلوس كيروش بمشروع لعيبه من المزدوجين بجنسيتين يعني متجنسين زي نيكو ويليامز وسيمينيو، ده غير محمد قدوس، لعيبه قادره بمنظومه بتاعه كارلوس كيروش ان هم يبقوا من الكبار عادي جدا. ده غير انه كمان منتخب افريقي يعني واخد على درجات الحراره العاليه والرطوبه والقوه البدنيه. عشان كده يا سيدي توقع المجموعه دي ان انجلترا رقم 1، غانا رقم 2، كرواتيا احسن توالت، وبنما مع السلامه. ولحد هنا يا سيدي احنا وصلنا لنهايه الحلقه، وانا اسف لو طولت عليكم، لكن نقدر نستنتجه من الكلام اللي احنا قلناه ان اللعبه المره دي مش لعبه قوه، لا دي لعبه بالعقل. عقل يعني ايه؟ تنظم مجهودك ونشوف مين اللي هيفضل واقف على رجليه لاخر نفس. عشان كده ما تستغربش لو لقيت منتخبات من افريقيا او من امريكا الجنوبيه بيعملوا مفاجآت قدام منتخبات اوروبيه كبيره. فبس كده يا سيدي، اكتب لي بقى توقعك تحت مين اللي هيوصل لنص النهائي والنهائي لكاس العالم، مين البطل من الاخر. فما تنساش اللايك والفولو عشان يوصلك كل جديد. فبس كده، سلام.